بهدف التكفل الأمثل بالأطفال من ذوي الهمم، افتتح اليوم كل من الوزير والي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة سوريا مولوجي 3 مراكز نفسية بيداغوجية في كل من سيدي محمد، بولوغين وحسين دايا. المراكز والتي تستقبل أطفالا تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة، يشرف على تسييرها مؤسسة بريسكو، حيث يعمل أخصائيون نفسانيون على تطوير قدرات الأطفال الذهنية والسلوكية. هذه المؤسسات التي فتحت اليوم ذات الطابع التعليمي والبيداغوجي وحتى النفساني ستسمح باستيعاب عدد كبير من أبنائنا من ذوي الهمم لتكريس حقهم في التعليم والتربية وحتى في الإدماج الاجتماعي من خلال هذه الفضاءات اللي هي مجهزة بكل الوسائل المادية والبشرية. كاين طالب يفوق 700 طفل مريض، يعني ما قدرناش نتكفلوا بهم في ضربه واحده. اليوم حوالي 40% راح نتكفلوا بهم عبر هذه الثلاث مؤسسات الجديده، وان شاء الله الهدف تاعنا نلحقوا على الاقل يكون عندنا مركز كيما هذا في كل مقاطعه اداريه.